بالخير مشاهدينا الكرام من قناة كركوك. حلقتنا اليوم مختلفة نوعا ما، حلقة استثنائية جدا. مرحلة من المراحل كان الظرف محتاج لشعراء مؤازرين للتوجه الوطني بصورة عامة، شعراء أصحاب رسالة، ومن جانب آخر أيضا جانب وجداني ومشرق. ومن هؤلاء الشعراء شاعر ابن شاعر كبير وأخ لشاعر كبير، وهو أيضا شاعر لا يقل شأنا عنهم في الرسالة والقيم والمبادئ الشعرية، شاعر له حس خاص به وشاعرية خاصة جدا، وصاحب إلقاء رائع، هو الشاعر المتألق جبار العامري. يا أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا سيد، شكرا لهذه الاستضافة الجميلة. شكرا لقناة كركوك الفضائية اللي أنا أعتبرها بيتي الثاني. تسلم. إيش حاب تسمعنا بالبداية؟ بما أن أنت ذكرتي الأعمال الوطنية، نعم، حاب أسمعك شيء وطني. هو أنا يعني حسب معلوماتي أنه أنت هواي متوجه على الشعر الوطني. تمام، فعلا، لأن هو الوطن هو الملاذ الآمن اللي نعيش به واللي نعمل به. نعم. لذلك أنا أعتبر الوطن هو أبويا، هو أمي، هو أخويا. نعم. لذلك راح أذكر لك هذه التفاصيل بمقطوعة وطنية. تقول: عراق شلون نقدر لحظة ننساك، إذا نبعد نعوف أرواحنا وياك. عراق شلون نقدر لحظة ننساك، إذا نبعد نعوف أرواحنا وياك. نعيش ببيت كلنا، همك هو همنا، ناس هواي صاحت ربنا يرعاك. عراق شلون نقدر لحظة ننساك، جفن العين بعدك فارق النوم. نحبك يا وطن من صرنا لليوم، نشوفك أنت أبونا وانت أمنا وأخونا. نحبك تدري بينا ونبقى نهواك. عراق شلون نقدر لحظة ننساك، انت أصل الحضارة ودوم راقي. تزول الدنيا لكن انت باقي، أمانك باكر يعود. تخضر زهور وورود وتصير القاع جنة ونفرح وياك. عراق شلون نقدر لحظة ننساك. سلامتكم. عاشت لسانك. يقول لك ما أرد لك بعد للموت، أنا انذليت بأيامك. أنت اللي ردت الفراق، هاي الدنيا قدامك. روح توكل الله وياك، لا تهواني ولا أهواك. وحق الذي سواك ترجع، هاي بأحلامك. هاي بأحلامك. الله. الفنان كاظم الذهبي، نورنا اليوم. شكرا شلونك جزيلا. عيني؟ الله يخليك، تسلمين ستي، تسلمين. حاب نسمع فشي؟ صار تدللين. تفضل. أغنية موال، نبديها بموال. يلا. أريد أنساك حتى ارتاح، أريد أنساك، أريد أنساك، أريد أنساك وانهي حبنا وذنوبه. قلب ارد اقفله واكسر المفتاح واقول من العشق توبه. واذا عيني بكت لاميها هاي العين، واذا قلبي شكى راح اطعنه بسكي. خلصت العمر وياك، قضيت العمر وياك، بس جراح بجراح واريد انساك حتى ارتاح. هذا حتى لو ما مرتبط من يسمع هاي الأغنية يصدق بنفسه أنه هو من غدر ومن خاين. بدايات كاظم الذهبي منين بدأ؟ بداياتي صراحة يعني تدرين بالبداية يعني عن طريق أصدقاء، عن طريق لمة شباب، نقعد ندندن بيناتنا.
الى ان التقيت بصديقي، طبعا نوجه له تحيه من خلال تحياتنا قناتكم، الموزع والملحن الماستر احمد الرسام. تحياتنا له. هو صديق الطفوله ايضا. ففي يوم استدعاني، كان مسوي استوديو بدون ما ادري يعني. استدعاني قال لي تعال يمي عندي شغله وياك، فرحت. قال لي ادري بيك انت تغني، فليش وقت تبقى بيناتنا يعني بالقعدات او بين الاصدقاء؟ لا، لازم العالم تسمعك. والله عاد بعد بلشت بداياتي ويا احمد الرسام، والفضل الاول والاخير نعم. يعني بعد الله سبحانه وتعالى يرجع لاحمد الرسام. حلو. زين، اكو عمل بينك وبين الشاعر جبار العامري؟ اي نعم، اكو عمل بيني وبين الاخ الشاعر جبار العامري، ان شاء الله عن قريب. ان شاء الله. اي متلحنه وخلصانه، بس باقي التوزيع ماله ان شاء الله تتوزع وتتنفذ. زين، اريد اسمع دويتو بيناتكم. تمام. صار. حاضرين؟ يلا ابدي انا بالشعر بعدها انت. يلا. مرة شافك قلبي ونجنب هواك، ومني طلعت عيني تتراكض وراك. مرة شافك قلبي ونجنب هواك، ومني طلعت عيني تتراكض وراك. هواي احبك اني، انت نصف الثاني، يمك انسى احزاني، وشلون اعيش بدونك؟ للموت اظل وياك، ما اعوفك اني، لو غبتي بس لحظات تلقيني عاني. اغار عليك كلش وانت تدرين، كون بعين ضمك من تمرين. اغار عليك كلش وانت تدرين، وكون بعين ضمك من تمرين. رقيقة وحيل حلوة، اروح اني فدوة، ضحكتك هاي بلوة، وخايف لا يحسدونك. جروحي كلها الطيب من تحكي وياي، ومن تبتسم لي بشوق تضحك لي دنياي. إذا يمي بقيتي وعشنا الأيام، وعد وياك أحقق كل الأحلام. أنا أحتاجك هواي، أنت الهوى والماي، أريدك دوم وياي، وعين تغازل عيونك. عالجلد ظلت هاي ما تنزع دوم، رحتي وعطر ملقات شلب بالهدوم. احبك لحد ما يعجز كلامي، وتبقى حبيبي وروحي وغرامي. احبك لحد ما يعجز كلامي، وتبقى حبيبي وروحي وغرامي. عاش لسانك. كم كليب صورت وانعرضت في الفضائيات؟ صراحة صورت أكثر من 3 كليبات. أي. 4 كليبات صورت، ولا كليب انعرض بالتلفزيون أو من خلال الشاشات الفضائيات. لأن أصلاً أنا خلي أحكيها، أنا إنسان كسلان جداً من ناحيتي. ما أسعى ما أهتم. يعني حتى باليوتيوب نعم. أنا قناة خاصة ما عندي. يعني هاي الشغلات اللي تنشر أنا ما عندي قناة لي. ايش عجب يعني. ما ادري، ودي اقول لك انا شخص كسلان كلش. عباره عن سوشيال ميديا. اي صح. اكثر استخداماتي يكون عن طريق الفيسبوك. نعم. والانستغرام شويه نشط بيه، مو كلش، بس اكثر حملي على الفيسبوك. ما هو مع العلم يعني لازم هو الاكثر انه الانستا احنا. صح. اي بالفعل. حاليا بالوقت انستا وسناب. اي نعم. لا راجع الفكره. زين، اول اغنيه سجلتها شو وقت كانت؟ واي اغنيه وكلمات منو الحان منو؟ اول اغنيه طبعا خضت مسابقه عن طريق استوديو داماس للانتاج والتوزيع الفني. نعم. بغداد. نعم. سووا مسابقه، فصدفه هم عن طريق احمد الرسام قال لي لازم تدز فد مقطع فيديو مسوين مسابقه. الفائز الاول يحصل على شو اسمه، على اوديو
يعني من كلام ومن لحن كامل. اشتركت بالمسابقه وانا ما ادري صراحه عن طريق اللايكات والهذا، ففزت طلعت الاول الحمد لله والشكر. فالله يسلمك. فهدولي رحت نفذت الاغنيه ببغداد بالاستوديو، فكانت اول عمل الي صريح هي ما ارد لك. كلمات علي الغريب نوجه له تحيه، والحان محمد الحنين، وتوزيع ايضا محمد الحنين، والعفو صورتها باستوديوهات الرسام كركوك، بس اما نفذتها كتوزيع وكماستر ودخول صوت ببغداد. فهذا كان اول عمل رسمي الي بعنوان ما ارد لك. حلو من تلقى يعني صديق يساندك بكل شيء. صح. ويدعمك وياك، كلش حلو هذا الشيء. يا رب يحفظك إليه وإن شاء الله ويحفظه إليك. الله يسلمك. تسلمين. الشاعر جبار العامري، ليش أكثر كتاباتك عن الوطن؟ هذا العشق الكبير اللي بينك وبين الوطن، يعني مثل حبيب وحبيبته، شنو هذا السر؟ والله يعني هو حب الوطن أكيد احنا يعني لازم الإنسان يحب وطنه يعني. صح. يعني بأي عمل إذا واحد مثلا يعمل وما يحب وطنه ما راح يبدأ بعمله. فعلا. على جميع يعني المستويات الأعمال. أنا أحس يعني الوطن دائما يتعرض إلى هجمات مثل ما كنا نعرف. لذلك راح تكون كتابات وطنية يعني يومية فاجعة، يومية انفجار، يومية. لذلك الشاعر تهز المشاعر ويكتب أكثر يعني وأكثر. تحب توصل رسالة من خلال الشعر؟ أكيد طبعا. زين، أكثر هي كتاباتك احنا نعرف عن الوطن. اليوم أريد أشوف الجانب الثاني، الجانب الوجداني والشاعري لجبار العامري. إن شاء الله. سمعني. بما أن عيد الحب قريب، يمكن باكر عيد الحب فالنتاين. لذلك نقرأ شيء عن عيد الحب. تقول: بعيد الحب أغني له، أصير النجمة وضويله، غالي وكل شيء يرخص له، حاير أنا شهدي له، أهدى أيامي وسنيني، يستاهل نظر عيني، هو بعمره يفديني وأنا بروحه ضحي له، عشت بقربه متهني وغيره أبد ما يهمني، بعين الحلوة جنني أظل للموت وافي له، بعيد الحب أغني له، ينبض حبه بإحساسي وسميته أعز ناسي، أعشق قلبه وطباعه واشهق حبه بانفاسي، جفني بدون ما غمضه وما عوفه ولا لحظة، قنوع بكل شي يرضى، حنون وأبد مو قاسي، أحبه هواي تدرون وصرت بحبه مجنون، أحبه هواي تدرون وصرت بحبه مجنون، أضمه بوسط العيون وحبه ساكن برأسي. سلامتكم. حلو. زين، خلينا نسمع أغنية ما أرد لك بعد. تمام. لك بعد للموت أنا انذليت بيامك، أنت اللي ردت الفراق وهاي الدنيا قدام، ما رد لك بعد للموت أنا انذليت بيامك، أنت اللي ردت الفراق هاي الدنيا قدامك، روح توكل الله وياك لا تهواني لا وحق الذي سواك، نرجع هاي بأحلام ما في ايدك بعداني، وترجاك تنساني إلك دور شخص ثاني يصدق هاي أفلام. ما حلك ولا اشتاق فرصة انت وردت الفراق، عشرتك مرة ما تنضاق روح تهنى بأيامك، ما حلك ولا اشتاق
فرصة انت وردت الفراق، عشرتك مرة ما تنضاق، روح تهنى بأيامها. بعد ما اريد ارد موجوع، بليل ابكي واصب دموع، انا الشاعر العشرة شموع، وانت اللي تتبع وهامه. بعد ما اريد هالعشرة درس منه وخذت عبرة، قلبي وهم خلص صبره، يلوم بروحه مالومه. خلي نروح إلى منطقة الحب. نعم. جبار هذا الشاب الشاعر مرتبط لو لا؟ اكيد مرتبط، متزوج. متزوج. نعم. حلو. عندك اكيد عن أطفال؟ طريق الحب. عندك أطفال؟ لا بعد، جديد يعني متزوج. ها ما جديد. صار قواعد. زين، همينة تقعد 24 ساعة تحكي لها شعر وهاي؟ اكيد هي بالبدايه ما كانت يعني تحب الشعر صراحه. اي لكن انجبرت تحب. اي يعني شافت شنو الشعر وتعرفت، بدات تسالني هسه فلان وزن كذا، طريقه هاي كتابه النص، يعني بدات هي معلومات. تلقي وياك؟ لا ما تلقي. ما تلقي. اي لكن اصبحت محبه للشعر يعني. ومرات يعني مثلا اخذ ذوقها يعني ايضا بالشعر، مثلا شغلات مثلا كذا هيك شيء حلو، فلان مفرده هيك شيء. حلو. زين، الفنان كاظم الذهبي نعم مرتبط لا؟ مرتبط من زمان. من زمان. اي همين 24 ساعة تغني لها؟ إي من طبعاً. تزعل من ترضى؟ طبعا شلون لا ها. أها. الله يحفظكم إن شاء الله. يسلمك، الله يخليك. اليوم الشاعر القاعدة اللي مستند عليها هم الناس، والناس أيضا تفاوت، في بعض الأحيان تكون قوية وأحيانا لا. زين. تعرضت إلى مضايقات؟ حاربوك بالبداية؟ يعني من الناس. إيه من الناس، بشكل عام يعني. من جمهورك، من الناس يعني. هي إلا ما تصير. أكيد. بس أكثر شيء اللي ضوجك شنو كان؟ والله ست احنا هنا يعني جمهورنا شويه مختلف القوميات داخل كركوك، لذلك مو كل الجمهور يعني او الناس اللي بكركوك محبه للشعر. يعني الناس اللي تحب الشعر واضحه بكركوك. يعني وهذا الشيء يبين من خلال المهرجانات. اي نعم صار صح. كاظم يمكن يوافقنا الراي. يعني هسه احنا بنسوي مهرجان داخل كركوك، ما تشوف القاعه، نادرا ما تنترس القاعه جمهور. لكن من نعمل مثلا ببغداد او غير، اكثر الناس محبه. بالعكس انا الناس دعمتني يعني حلو. اي يعني اشوف من مثلا من واحد يحفظ شعري او ينشر كذا، هو هذا اللي يشجعني. لكن المضايقات مو من خلال الناس، يعني مع الاسف احنا من داخل الوسط، من داخل الوسط الشعري. نعم. اي يعني طرحت مثل يعني يقول كانوا جالسين ومر القطار من امامهم، واذا يتحولون الى وحوش يشيلون احجار ويرمون القطار. من ذلك علمت ان كل متحرك محارب. اي واحد يتحرك بكركوك بمهرجانات بلقاءات، الوسط يحاربه. فعلا. وهذا حتى القبل يعني السابقين من الشعراء. صح. يعني العفو عذرا المداخله، هذا مو بس بمجال الشعر، يعني بكل المجالات، ايضا بمجال الغناء. فعلا. يشوفون صحيح. واحد ها شويه لمع او العالم قامت فعلا. تعرفه، فتبدي اللي يحفرون من امه، مو الغريب اكيد القريب. دائما قريبين الوسط. دائرة. اي صحيح. دائما دايرك. هو سبحان الله الانسان الناجح اللي بشغله بعمله دائما ينحسد، دائما تلقى اعداء عنده. طبعا. يعني ليش خو اني همينه احاول اصير مثله او احسن من عنده؟ طبعا. ليش اروح اخبث عليه؟ إيه أكيد. أنا بس أقسم بعد منافسة. تعال اقنع عقليات لا، البشر. او عافيه على اللي يمشي بدون ما يلتفت يمين ويسار. فعلا. اكيد. فعلا هي يعني كل وقعه تقويك. إيه طبعا صحيح. زين، اريد اسمع موال وشعر بيناتكم على الحب، على عيد الحب يعني. على عيد الحب. على عيد الحب. نعم سهل. يلا خلينا نسمع منه. بما انه احنا هسه مخبوصين بعيد الحب واثنيناتكم مرتبطين. متزوجين ما مرتبطين يا معاذ؟ انت متزوج؟ ها اثنيناتكم متزوج؟ مرتبطين ومتزوجين. مو انت قلت لي مرتبط؟ اي مرتبط من زمان يعني متزوج. متزوج من زمان يعني. يلا لا الله الحمد يخليك. لله متزوجين. الحمد لله. يلا يا مين تصير حبيبه. اي طبعا. حبيبة شلون وزوجة لا؟ وصديقة. اكيد نفس اكيد الشيء. اكيد. تحياتنا لهم. الله يسلمك. الله يسلمك. يلا حبدي. ابدي انت استاذ.
تدري من اشتاق واتنفس هواك، لسه جرحي يصيح باسمك ما نساك. تدري من اشتاق واتنفس هواك، لسه جرحي يصيح باسمك ما نساك. هواي احبك من زمان، يمك اشعر بالامان. هواي احبك من زمان، يمك اشعر بالامان. انت نسمة واني حيل احتاج لك، والله ما عذرك لان مشتاق لك. الله شاهد، الله شاهد ما نسيت عيونك، الله ولا قدرت ارتاح لحظة بدونك. ليلي يخلص بالحزن وروحي لجروحك تحن، وهذا قلبي يصون لا ما يخونك. الله شاهد ما نسيت عيونك، الله شاهد ما تعوفك روحي، ونظرة عيونك تطيب جروحي. بصفنة تقضي ايامي وبيك كل احلامي، باهت الدنيا وتضوي بلونك. الله شاهد ما نسيت عيونك. هاي عيني تريد بس تشوفك، والتاني دقت باب من جفوفك. هاي عيني تريد بس تشوفك، والتاني دقت باب من جفوفك. بنظرة عيونك أذوب وانسى جرحي وما أتوب، وابقى حاير من تقل شلونك. من تجين تمرني فرحة وعافية، وابقى غاف بين يديك الدافية. من تجين تمرني فرحة وعافية، وابقى غاف بين يديك الدافية. جرح حبك ما يطيب، تبقى بيش ما تغيب. انت نسمة واني حيل احتاج لك، والله ما عذرك لان مشتاق لك. طبعا عفوا هذا الموال من كلمات جبار العامري. عاش لسانك. الله يسلمك. هسه أنا عندي فضول أريد أسألكم، أنتم حاضرين هدايل وحايرين بعدكم هدايا عيد الحب، بما أنه فنان وشاعر يعني أكيد لازم ما يخفى عنهم هذا الشيء. اي طبعا حاضرين لهم؟ حاضرين تمام. كيفوا. زين، جبار العامري، هل أنت تبالغ في القصيدة أو تضيف أشياء من المفترض أنه ما تضيفها؟ يعني هو احنا نستخدم شغلات خيالية أو رمزية بالقصيدة ست. ليش؟ لأن خاصة القصيدة الشعبية ست يعني نفس هذا الكلام اللي هسه داح شوية عشان نسوي منه كلام موزون مقفى. نعم. أي لكن الشعر هو شنو؟ عندما يسمع المقابل يعني مجبور يصيح الله، تمام؟ لذلك الكلام هسه دائما يعني مستعمل صار أكثر، يعني نستخدمه هواية، لذلك ما يثير المقابل. لذلك نستخدم بعض الأمثال أو الشغلات قديمة، مثلا التشبيه يعني. نعم. نستخدم دائما التشبيه، لكن أكيد مو المبالغ، يعني أكو شيء ما يدخل العقل ما نستخدمه. يعني تحب مثلا ما نقول تلقط من الواقع، لازم من الواقع. حلو. خلونا نسمع أغنية للفنان كاظم الذهبي.
اسولف وانجرح واشكي لك ايش دعاني، كل ما اريد اشتاق له يلجمني جرحك ثاني، ما اريد اقيل لك مشتاق 10 سنة مو مالفراق، ليش احنا عكس العشاق، لو انسى لو تنساني، لو انسى لو تنساني، بس هالسلام كل شي انتهى، كل شي بعشقنا تهدم، قررت اعوفك والقلب صدقني ما ظن يندم، بس هالسلام كل شي انتهى، كل شي بعشقنا تهدم، قررت اعوفك والقلب صدقني ما ظن يندم، صدقني ما ظن يندم. غصبا علي يبكي واحد طول الوقت متعذب، مو انت قلت لي انظلموا، معقولة انت تكذب، مو سهلة وتقول تروح، والعطر لي براسي يفوح، رحت وعفت بيا تروح، ترست حنين الحاني، ترست حنين الحاني، ما اريد اشوفك لا ترد، ما راح افكر واهتم، دمرت كل شي انت بقلب عايش عليك وعالدم، ما اريد اشوفك لا ترد، ما راح افكر واهتم، دمرت كل شي انت بقلب عايش عليك وعالدم، عايش عليك وعالدم. الأم ثم الأم ثم الأم ثم الأب، هاي الأم العظيمة كتبت لها أخذت مساحة قصائدك، لو فقط الوطن والحبيبة. أكيد كتبت أكثر من قصيدة كتبت للأم، أكيد الأم يعني إيش ما نكتب لها قليل بحقها أكيد. فأقول أمنا بكل وقت نعشق حضنها، ندعي من الله ما يحرمنا منها، فدوى لها عمرنا شيبت يلا صرنا، شجرة طيب وتلمنا بغصنها، أمنا بكل وقت نعشق حضنها. يما وداعتك وداعت ترابك، يما وداعتك وداعت ترابك، أريد اليوم أريد اليوم أريد اليوم أحضن ثيابك يا يمه. حزن بعيونها وشوق ومحنة، وتحت رجليها ربك خلى جنة، حزن بعيونها وشوق ومحنة، وتحت رجليها ربك خلى جنة، قلبها هواي صافي، الحمام بجفها غافي، شجرة طيب وتلمنا بغصنها،
أمنا بكل وقت نعشق حضنها. أمسي بمنامي بجيت مشتاق حيل أمي تنشدني عن حيرتي واشكي لها همي. يبا أمسي بمنامي جيت مشتاق حيل أمي تنشدني عن حيرتي واشكي لها همي. ظليت حد الصبح أنا بس أحرقي بدمي. ظليت حد الصبح بس أحرقي بدمي. أنا يا ليل طول بعد مشتاق أشوف أمي. يا ليل طول بعد مشتاق أشوف أمي. أمنا أم الشهيد وأم الصباع، علمتنا نحب الوطن والقاع. قبل ما تخفى وتنام تمسح دمع الأيتام، شجرة طيب وتلمنا بغصنها. أمنا بكل وقت نعشق حضنها. بس انتي قلبك علي اي والله، بس انتي جسبي يا حيل التعب يوم الذي رحتي. جروحي صفن خويتي والغربة بيت عمي. أنا يا ليل طول بعد مشتاق أبوس أمي. يا ليل طول بعد مشتاق أشوف أمي، مشتاق أشوف أمي. الله يسلمك. ربي يحفظ جميع الأمهات. آمين أجمعين. قبل ما نختم ما راح أخليها بقلبك. طبعا الفنان كاظم الذهبي يحب يعلق في التعليق. تفضل. الله يسلمك. طبعا تعليق وهاي رسالة. نعم. يعني هواي يسألوني. كاظم الذهبي صار لك يجوا 6 سنوات 7 سنوات بهذا المجال. نعم. ايش عجب ما قدرت توصل؟ ايش عجب ما يعني انت معروف ضمن نطاق معين هو نطاق كركوك فقط. ايش عجب ما وصلت الى يعني احنا ما نقول عربيا وانما نقول على نطاق الدولة كبغداد او العالم تعرفك. صراحة يعني تعبني هذا السؤال، دائما اسال مدة 5 سنوات انا اسال عن هذا السؤال. فجوابي بان احنا كركوك نفتقر الى شركات انتاج. ما عندنا شركات انتاج وتوزيع. نعم. حتى مثلا انا كاظم الذهبي عندي عمل من كلام ومن الحان اريد انفذ. وين انفذ؟ اكيد استوديو، واستوديو لازم يكون به موزع. أكيد. نعم. يعني احنا عندنا عازفين امكانيات حلوه بكركوك، مو غبار عن هذا الشيء. بس اما حس توزيعي الاغاني الهسه الجديده ماكو بكركوك. نفتقر لهذا الشيء جدا. يعني ابسط مثال، انا اغاني عندي 5 اعمال 4 5 اعمال، مرات سنه يلا تتنفذ سنه كامله. من يا ناحيه الايقاع ابسط شغله. يعني الايقاع تدرين هسه احنا ما نقدر، الموزعين هسه يفتهمونه والناس الموسيقيين يفتهمون شقصد. نعم. ما نقدر ناخذ الايقاع من جهاز الاورج. يعني الصيغه مالته والدقه مالته كلش قليله. نعم. اضطر بان مرات نشتري ايقاع. يعني توصل بينا مرحله ما اكو لحن بس نريد ننفذ الايقاع ماكو ايقاع. نضطر الى ان نشتري الايقاع. فنفتقر بكركوك على هواي شيء. ويعني عتبنا على جمعيه الموسيقيين صراحه بان تسوي قعدات اسبوعيه، منتديات اسبوعيه للشعراء للفنانين. انت اللي عليك وصلت الرساله. اي نعم. وان شاء الله توصل للرساله. الله يسلمك. الله يخليك. طبعا مشاهدينا الكرام كانت حلقه مميزه فعلا. شكرا لطيب المشاهده وشكرا للفنان كاظم الذهبي والشاعر المتألق جبار العامري.
ألتقيكم في حلقة جديدة وضيف جديد. تقبلوا تحيات دينا البياتي تقديما وفارس الطالب إعدادا، ودمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.